السلام عليكم. هنشرح النهاردة حاجة بسيطة كده. هي ليها علاقة بالمحاضرة اللي فاتت. تمام. بس هنجاوب على سؤال برضو بس بطريقة علمية. المرة اللي فاتت لما شرحنا الكوجنيشن، الإدراك والإيموشن، المشاعر، واللي بينتجوا عنهم هما الاتنين behavior. تمام. ادي عندي الكوجنيشن اللي بيعمله البرين، إدراكك لحاجة، تفكيرك، حكمك على الأشياء، الميموري وهكذا. تمام. العمليات الحسابية، كل الحاجات دي بتندرج تحت مين؟ تحت الكوجنيشن، الإدراك. وبناء على إدراكك للمعلومة أنت بينتج عنها إيه؟ إيموشن. بناء على إدراكك بينتج إيموشن. الإيموشن دي اللي هي المشاعر. وقلنا المشاعر بتضم كذا حاجة: الحب والحقد والحزن والغيرة، كل الحاجات دي تندرج تحت الإيموشن. إيموشن أنت بتظهرها أو بتخفيها، المود أو الأفكت اللي باينة عليك واللي جواك. بناء على الاتنين دول بيحصل إيه؟ behavior ده اللي هو إيه؟ السلوك، تصرفك، الأكشن، الفعل اللي أنت عملته. طيب هنجاوب على إيه النهاردة؟ هنجاوب على الموسيقى. هل هي حلال ولا حرام؟ أنا مش داعية، مش هقولك هي حلال ولا حرام، أنا هقولك إيه اللي إحنا هنشرحه النهاردة، وبناء عليه أنت خد قرارك براحتك. طيب دلوقتي الموسيقى دي في ناس بتقولك إن هي حلال، وفي ناس بتقول إن هي حرام. شيوخ يقولوا حلال وشيوخ يقولوا حرام بناء على حديث إن المعازف من الشيطان وهكذا. طيب لو إحنا جينا عند الكوجنيشن هنلاقي ناس موافقة تمام إن هي حلال، وناس تقول لك لا حرام، أنا مع الشيوخ التانية. وفي ناس تقول لك سواء هي حلال أو حرام أنا بحبها، أنا بحبها. طيب الناس اللي بتقول حرام دي تفتكر أنا واثق وعلى يقين إن هي حرام ومش بحب الموسيقى، خلاص أنا لما عرفت إن هي حرام الإيموشن بتاعتي حصل لي نفور منها. لما اسمعها احس كده بنغزه، احس في حاجه كانها بتنغص عليا، لا انا مش قادره اقعد وفي موسيقى جنبي. وده فعلا بنلاقي ناس كده البيهافير ما بيسمعوش موسيقى. تمام. طيب الناس اللي بتقول حلال، بتقول حلال ان هم شايفين ان الموسيقى حلوه وحاجه كويسه وراقيه، بعيدا عن الهبد اللي احنا بنسمعه ده. طيب وفي ناس تقول لك انا بحبها، اتعود عليها، عاش في بيئه بتسمع، عاش في بيئه ما عندهمش حته ان ممكن تكون الموسيقى بقى حرام كده، وعلى اساس ان هو تشدد او كده. فبناء عليها ايه؟ متمسك بيها، بيحبها. يعني ايه بقى بيحبها؟ يعني بناء لما بيسمع على الموسيقى موده بيتغير. يقول لك انا ما اعرفش كده، لما ابقى زعلان اسمع موسيقى وموده بيتغير. طيب يكون فرحان اسمع موسيقى مودي بيتغير. طيب بناء عليها بقى ايه؟ ما بيقدرش يبعد عنها، لان الموسيقى عنده بقت ايه؟ بقت مصدر سعادة، مصدر سعادة. يعني بقى صعب ان هو يبعد عن الموسيقى. يعني بتطلع هرمونات ايه؟ هرمونات السعادة اللي احنا خدناها، اللي هي ايه؟ السيروتونين والنور ادرينالين والدوبامين. تمام. تمام. طيب ايه بقى اللي هيحصل في الشخص اللي هو بيحبها ده؟ نيجي بقى نقول كده بطريقة علمية، مش دينية، انا مش داعية خالص، اقل من اني اكون داعية، ولكن بالطريقة العلمية. لو انت قلت حرام هيحصل لك نفور منها وهتبقى متضايق. لو انت حبيتها او بتقول حلال ماشي، واحدة واحدة كده. هل الموسيقى دي لما انت بتقول ان هي بتغير مودك ومصدر سعادة ليك، هل الموسيقى دي بعد ما بتقفل الأغنية، بعد ما الموسيقى بتخلص بتحس بإيه؟ تحس ان انت مودك رجع زي الأول، زي اللي كأنك برضو أخدت جرعة سعادة. تمام. زي الدوبامين والترامادول والحاجات دي برضو، وأول ما وقفتها أو مفعولها راح رجعت للواقع. يبقى هل هي كده مصدر سعادة حقيقي؟ لا،
مش حقيقي خالص، مش حقيقي. تمام، بيفصلك عن الواقع، بيفصلك عن الواقع. حتى انت لما تيجي تعمل ريبيت للاغنيه، يعني تكررها، اول ما تقفل الاغنيه تتقفل، تيجي تعمل ريبيت تاني، الثواني اللي فاصله ما بين الاغنيه والتانيه انت من جواك مش عايزها تفصل، عايزها مستمره على طول كانها شغاله وما يبقاش فيه فصل. لو في فصل ما بين الاغنيه والتانيه بتضايقك. طيب، يبقى هو كده حاجه ايه، حاجه لا، مش صح. طيب، تيجي بقى تعالى كده اسمع قرآن براحتك، أنا بتكلم بناء على تجربة. تسمع قرآن، تسمع أغاني، دي مسؤوليتك أنت الشخصية، أنت اللي هتتحاسب عليها براحتك. ولكن لما تيجي تسمع قرآن تحس بثبات انفعالي، ما بتحسش بالإيه، بالإيموشن اللي عالية قوي، ولا بالحاجة المنخفضة. يعني أنت لما بتيجي تسمع أغنية حزينة بتحس أنت بتدور على حاجة تزعلك عشان تعيش مع الأغنية. بتسمع أغنية فرحانة بتحس إنك أنت عايز حاجة تفرحك، أو بتفرح لمجرد إن الأغنية فيها حاجات فرح أو بتهبط كده. طيب، طب الأغنية دي فيها موسيقى عالية بتحس إنك أنت عايز تقوم تهايبر مع أصحابك لو هم موجودين، ما تقدرش تعمل كنترول على نفسك. يعني مثلا ممكن تلاقي فيه فرح كده والفرح شغال وموسيقى عالية والبنات عشان مع بعضيهم تلاقيهم شجعوا بعض وقاموا رقصوا كده قدام الناس عادي، ما قدروش يعملوا ايه، كنترول، بسبب ان في ايه، في حاجة عمالة تطلع كده، هرمونات سعادة مرتبطة بمين، مرتبطة بالموسيقى اللي حصلت. طيب، لو بقى سمعت أغنية عن الحب، واحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الحب ما هو إلا نيورو ترانسميتر. طيب، هتلاقي نفسك بتدور على شخص تحبه ولو من خيالك، حتى لو انت هتألف حاجة وهمية، قصة وهمية عشان تعيش مع الأغنية. يبقى بتفصلك عن الواقع ولا لا؟ طبعا. طب هل احنا عايزين كده؟ هل ربنا عايزك تتفصل عن الواقع؟ هل ربنا عايزك لما يكون عندك مشكلة تواجهها بان انت تسمع أغنية عشان تفصل؟ ده ينفع؟ ولا نواجهها بان احنا نلاقي لها حلول؟ دي حاجة. لما تسمع قرآن بقى بالشيخ اللي انت بتحبه او اي حد، اي حد، بتحس ان في ثبات انفعالي. انت كمان بتحس ان انت مركز مع ايه، مركز مع القرآن والكلمات بتاعته، مفيش بقى الخيال والوهم ده مش موجود. طيب، حاجة تانية، لما اجي اقول للشخص ده الموسيقى حرام هيقول لك ايه، قال لك اه انا عارف حرام، معاك حق صح. طب لما تيجي تلاقي الشخص ده اللي بيقول لك حال لا ده حرام وفي حديث بتقول كده، تقولي هو يقول لك طب ما فيش يوم بتقول كذا كذا والاحاديث ضعيفه. طيب، واحد بقى بيحبها، انت ده هتجادله. طب اللي بيحبها بقى ده مش فارق معاه حلال او حرام، انا بحبها، انا متعود عليها، هي حاجه بتسعدني، انا متعود عليها وبحبها، ما اقدرش اعيش من غيرها. انا بقوم الصبح كده اشغلها، ما بعرفش اقضي اليوم غير لما الهاند فري في وداني واسمعها. ده تتكلم معاه ازاي؟ هل هتقول له حرام وربنا قال كذا وكذا وكذا؟ بالراحه، كل واحد ليه مدخل، كل واحد ليه طريقه في التعامل. سبحان الله. يعني الشخص اللي بيحبها ده لو انت جيت فصلت الحاجه دي عنه مره واحده هيعمل ايه؟ الهرمونات السعاده دي تعمل ايه؟ هتقل، يبدا يكتئب. انا مش مبسوط، مش اكتئاب بقى اللي هو الدبريشن العالي، لا، مقصود اقول جزء يعني في حزن. هيقول لك لا انا عايزه اشغلها دلوقتي، انا متعود اشتغلها، متعود اسمعها. طيب خلاص، طب انت لو قلت له ايه رايك بدل ما نسمع الاغاني دي هتيجي مثلا تسمع اغنيه وليكن صالح بن سمحان، ده اغنيه اسمها انا والله احببتك، بتتكلم عن النبي وعلى حب النبي وبطريقه وبصوت في غايه الروعه، من الناس اللي ممكن مش واخده حقها زي حاجات كتير. ولكن سبحان الله، تعالى اسمع تحس ان انت بتصلي على النبي وانت بتسمع الاغنيه. لو انت سمعتها هي هتعجبك، ما تقولوش بقى اغنيه بقى ايه لحد معين كده ومحدش هيفهمها وبالعربيه الفصحى، ممكن ما يعرفهاش. لكن هات له حاجه بسيطه، قول له طب اسمع ايه رايك، يقول لك ها ماشي حلوه. طب ايه رايك بقى بدل ما نسمع الاغاني دي
طب نسمع الحاجات التانية دي شوية شوية بالتدريج. ربنا لما حرم الخمر ما حرمهاش مرة واحدة، فاحنا نكون لطفاء بيهم ونعذرهم، لان في ايه، في حاجة مسيطرة عليهم. الحاجة دي بتبقى صعب ان انت تسحبهم مرة واحدة. لما بنيجي نعمل شبه الادمان، بنعمل withdrawal، انسحاب من الحاجة دي، بس خطوة خطوة. لما انت تيجي تتكلم بقى قول له طيب في حاجة. لما يجي واحد يقنعك ويقول لك انا بحبها، واحد اللي هو بيقول لك حلال بس الموسيقى حلوه، الموسيقى راقيه، انت بتسمع الموسيقى الفلانيه بتسمع كذا كذا، تلاقيه بيجيب لك حاجات والحان فعلا فعلا في غايه الروعه. وانا بقولها الحان فوق الوصف، لدرجه ان انت لما تسمعها تقول ياه سبحان الله، ازاي الناس دي وصلت للحن ده. ولكن انت ذكرت مين؟ سبحان الله، لان اللي في دماغك مين؟ ذكر الله. فهل كل الناس هتسمع الموسيقى وهتربط سماع الموسيقى بذكر الله؟ هل الناس تذكر الله مع وجود الموسيقى؟ لا، فدي شبهة. هتنقي مين ولا مين ولا مين يسمع الموسيقى ويذكر الله فيها؟ طب ما واحد يقول لك ما خلاص بقى الموسيقى حلال، يروح بقى سامع اي موسيقى، الموسيقى اللي بتعمل دربكه ولا اللي بتخلي ايموشن السعاده عاليه وهيبره عاليه، تلاقي الناس كلها جت في الفرح نططت كده غصب عنها ويبقوا مهيبرين بسبب الايه؟ بسبب الموسيقى. فلا خلاص دي شبهه، احنا مش عارفين نحدد ايه اللي هنعمل ده ولا ده، خلاص يبقى احنا نريح نفسنا. طيب وبعدين عايز تسمع في اغاني تانية. محمد العمري عامل اغنيه بتاعت الفكر يا انسان، جميله، في حاجات كده حلوه راقيه وفي نفس الوقت دينيه، ليها علاقه بالتامل، لها علاقه بذكر الله. الاجمل من ده ومن ده برضو حتى الاغاني الدينيه دي، في حد قال لك ان انت ممكن من كتر سماعك للاغاني الدينيه تلهيك عن ذكر الله، تبعدك عن قراءه القران، تبعدك عن السماع. انت متخيل؟ ولكن احنا خلينا نسحب الشخص اللي بيحب الموسيقى ده واحده واحده. لو احنا سمعنا الاغاني دي مكان دي، الحمد لله حلينا موضوع الموسيقى. وموضوع الكلمات ده مفروغ منه، معروفه في كلمات لا دي خلاص 100% لا، ودي كلمات لا عادي مفيش مشكله، بتتكلم عن الامل، بتتكلم عن عن حب الناس مش عارفه ايه وكده. المشكله بقى في الاخطر في الموسيقى. ليه؟ تخيل كده اصلا الملحن اللي بيعمل الموسيقى ده هو اللي ليه الفضل في ان هو ينجح الاغنيه اساسا، لان الموسيقى بتعمل فعلا رونق للحاجه دي. طيب ده بالنسبه لايه؟ للموسيقى. يبقى واحده واحده نتفاعل مع الناس دي، نكلمهم بالراحه، ما نقولهمش حرام، ما نقولهمش ده شخص، او ناخد عنهم فكره مش كويسه. او الشخص اللي حاطط هاند فري ما يقلش من نظرك، المفروض مش ده الشعور اللي يجي لك، ولكن اللي يجي لك ربنا يهديه. طب ايه رايك لو تسمع الاغنيه كذا؟ طب ايه رايك لو تسمع ده وده وده؟ طب ايه رايك خد اسمع قراءه الشيخ بالراحه، ما تتعاملش على انك انت احسن منه، دع الخلق للخالق. ده بالنسبه للايه؟ للموسيقى.